انت تعرف ان التربو عندك لازم يتنضف زي البوابه بالظبط. الساقيه دي لازم تتنضف. تعال على الطبيعه واوريك ازاي بيتنضف. بص يا سيدي، انا هوريك المروحه او الساقيه اللي احنا بنقول عليها بالبلدي كده، ان الساقيه دي هي اللي بتلف، هي اللي بتعمل عمليه الشفط. والتربو ده بيشتغل ازاي؟ هنا عن طريق الشفط. دوس بنزين كده، بص دوس هنا الشفط، يبدا يدخلوه لك على السربنتينه اللي هي الموجوده هنا ديت عن طريق الخرطوم ده. بيخش يتبرد في السربنتينه، بتبقى راكبه في وش العربيه، ويبدا الخرطوم السفلي بيخش على البوابه، والبوابه بياخد الهواء ده يدخلوك على المانيفور على جوه الموتور. المنتج بقى اللي هننضف بيه التربو اسمه 65 اي. المنتج ده هو اللي بينضف معاك. بتفضي المنتج في البخاخه اللي زي ديت، ولازم البخاخه دي تبقى على وضع رذاذ زي ما انت شايف كده، عشان تبدا اللي هي تخش تنضف معاك كل حاجه. تبدا تدور العربيه، والار بي ام يفضل موجود معاك مثلا على 1.5 2. بعد ما خلصنا بقى المنتج 65 ايه دوت في النظافه بتاعتنا، بنبدا اللي احنا طبعا بنرجع كل حاجه زي ما كانت. وهوريك دلوقتي بالكاميرا بعد النظافه الجزء كله نظف بالساقيه كلها، وده امن حاجه لنظافه التربو. بص بقى هنا مطرح النظافه كلها داخل ونظف كل التربو طبعا بالجزء بتاعه، وهنوريك دلوقتي الساقيه من جوه عامله ازاي. بص بقى هنا بعد النظافه الساقيه رجعت تاني زي ما كانت وبتلمع اهيت كده. حافظنا على نظافه التربو والساقيه نفسها والاتربه اللي ممكن تعمل اعاقه في المروحه دي وهي بتلف. المروحه دي بتبقى عامله شبه الساقيه، في ناس بتسميها ساقيه مروحه. وفي حاجه تانية عاوز اقول لك عليها، ان التربو ده بيبقى فيه عباره عن تغذيه زيت. التربو ده عباره عن الساقيتين اللي بقول لك عليهم، متصل باكس من جوه. الاكس ده المفروض بيبقى داخل عليه ضغط زيت، عشان الزيت ده يزيت معايا الاكس، عشان لو حصل لا قدر الله ان ضغط الزيت ده قل معاك او الماسوره دي سدت معاك، يبدا الاكس ده يتقطم معاك كده، هتضطر تخش في تربو جديد وتخش في تكلفه عاليه جدا. حافظ على الزيت بتاعك، ان زيت عربيتك طول ما انت محافظ عليه، طول ما انت محافظ على التربو بتاع عربيتك.